انا رايي ان الموقف الرسمي في مصر ما بيدعمش القضيه الداخليه لمصر عشان يدعم القضيه السوريه، وجعل الوضع مزري لدرجه ان احنا مش قادرين ندعم او نتخاذل مع سوريا. يعني احنا اوضاعنا بتأيدنا بشكل كبير جدا، احنا مش قادرين نسيطر على اوضاعنا في مصر. طبعا هي القضيه السوريه هي جزء من سلسله الربيع العربي اللي احنا نفسنا تكتمل بكل الدول بتغيير جذري وحقيقي فعلا في الانظمه العربيه اللي سيطر عليها الطغاه لعقود كبيره. يعني الحل في سوريا اصبح الحل للاسف دمويه بدمويه، ما عادش ينفع ان انا اشوفهم بيتدبحوا وادخل في كلام مفاوضات وتعديل دستور زي ما هو بيتكلم، او انشاء دستور جديد زي ما بشار بيقول. لا، التدخل عسكري ولازم يكون عربي، لان لو غير عربي هيبقى العواقب وخيمه وهندخل في عراق جديده واوضاع مش مريحه خالص. يعني انا شايف ان موقف الدول العربيه يعني طنطنه، يعني ان هم اصلا مشاكلهم اللي جوه مش عارفين يتخذوا فيها قرار، مش عارفين يحلوا المشاكل الداخليه بتاعت الدوله. هيقدروا يحلوا مشاكل خارجيه او مشاكل تهم بلد ثانيه. موضوع ان هم اصلا فرطوا في القضيه الفلسطينيه وفرطوا في جميع القضايا العربيه. تمام؟ هل دلوقتي هيجي يفكروا في سوريا والموقف في سوريا؟ اكيد بالطبع طبعا لا. الحل في سوريا ان بشار يلحق نفسه قبل ما يحصل فيه زي اللي حصل في القذافي، ونهايته اكيد هتبقى انيل من القذافي وهتبقى اشد من القذافي. وان شاء الله يعني انا بقول للشعب السوري ان مهما ان اكلح الليالي بيجي بعدها النهار.